طيبين وسنة سعيدة ورمضان كريم علينا إن شاء الله بإذن الله. النهارده احنا بنحتفل بمسرحيه اهلا رمضان، ونبارك لمحمد رمضان اولا بتقول. بقول له ألف ألف مبروك يا محمد، ويا رب كده من نجاح لنجاح. خلصنا الأسطورة مع بعض، دخلنا أهل رمضان مع بعض، يا رب دايما كده متألق وناجح وسعيد وفرحان. روجينا ابدعت في الاسطوره بجد، وتعاطف الجمهور كتير معاها. كلمينا عن الشخصيه دي، يعني متعودين نشوف روجينا دايما الشخصيه القويه، الشخصيه كان شويه في حنيه يعني عطوفه شويه في المسلسل. كلمينا. هي حنان أصلها يعني أنا شفت حنان إنها الست المصرية الأصيلة الجدعة اللي بتقف وتشيل وتتحمل وتبقى مكان الراجل لما ما يبقاش في راجل في البيت، بحنيتها بتضحيتها بقوتها. فحنان ست مصرية، ست مصرية أصيلة. أنا حبيت حنان قوي قوي وعملتها بصدق جدا ووصلت للناس الحمد لله. احنا بنقدم شخصيات حقيقية، بنقدم الواقع، وعشان بنقدم الواقع هو مس الناس وعاشوه. وساعات كنت بحس لما الناس بتكلمني مش انه مسلسل بيتذاع، انه حقيقة هم عايشين حنان بجد، عايشين ناصر بجد، مصدقينهم جدا.